السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير بتوقيتي. اليوم راح نسوي أطيب ريوق عراقي، أهلنا يحبوه كلش. يلا تعالوا خلينا نسوي. قبل ما تنسون، قبل ما نبلش بالفيديو، طبعا أنا بلشت بس حبيت أذكركم أو أنوه عليكم إنه إذا كنتوا أول مرة تزورون قناتي لا تنسون تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تشوفون كل فيديوهاتي اللي أنزلها أول بأول وروتيناتي. طبعا هسه مثل ما تشوفون جبت الطماطة عندي هنا مغسولة ونظيفة. بلشت أسويها بهذا الشكل الدوائر أو درج مثل ما نقول. طبعا هنا أكيد راح أسوي طماطة حمص ملشوعة، ومنو بينا ما يحب الطماطة الملشوعة. طبعا هسه بعد ما خلصت الطماطة ورشيت عليها الملح، خليت الطاوة على النار وضفت الزيت لازم نحرقه زين. كل ما يصير ما يعني شوي يجي حار الزيت، تصير الطماطة بها صوت عيني كلش حلو مثل ما شفتوه. هنا بعد ما خليت الطماطة هاي بالنسبة لطريقة الطماطة، لا كذي بالشاقة وياكم منو ما يعرف يسوي الطماطة أصلا. بس المهم بعد ما خلينا الطماطة على النار، هنا أنا جبت هذا اللبن. طبعا اللبن هذا كلش حلو، فحبيت خلي لبن على الريوق. أنا أحب أكله ويا الشاي، يعني لبن وشاي. المهم هنا أنا بعد ما خليت اللبن والقشوة وياها عيني، خاصة من اللبن حلوة تكون، أحب أكلها ويا الشاي. فهسه هنا أنا طماطة عندي استوت وبدأت تلشع عندي وخلاص المي مالتها. نجيب التمر، تعرفون هسه وقته نازل بالسوق، فيومي لازم بثلاجة كل عراقي هذا التمر موجود. وإن شاء الله يا ربي ما عنده يجيب يرزقه إن شاء الله ويجيب. هنا عندي جبنة بالقشطة، هاي دائما أنا جايبتها بالريوق، اللي متابعني يعرفني. أرش عليها شوية من الزعتر، مو شوية الصراحة، أنا أخليه هواية لأن أحب الزعتر ويا الجبن. وهنا أنا أسوي شرائح طماطة، يعني شوية تشكيلات وحبشكيلات. تعرفون لازم نزين الصينية لأن العين تاكل. إحنا شو نقول العين تاكل، يعني العين من تشوف تشبع. فالمهم هنا أنا خليت زيتون وحضرت هاي الطماطم الكيوت اللي قلت لكم عليها، اشتريتها آخر شي. خليت زيت شوية ونسوي نفدقتين عيون. هنا العيون عندنا تفلشت بس يلا ما يخالف. هنا رشيت على الملح، عفوا عذرا عن الصوت شوية تعبان فتعرفوني قاعدة من النوم، وصورت لكم الفيديو وقلت خلي اشارككم الريوق مالتنا. المهم هنا اني رشيت الملح، والبيض العيون الستو زايد، من الستو زايد يصير ما طيب. هنا نخلي الصينية مالتنا ونجيب الصحون اللي سويناها حضرناها. نخلي قلاصات الشاي، الطماطة الملشوعة عندنا، الخبز. طبعا الخبز انا طلعه قبل وقت من المجمدة واخليه حتى يموع عندي واخليه بالصينية. هذا ريوقنا لليوم. ان شاء الله يا رب حبيتوه. كتبونا بالتعليقات هم تحبون هيك ريوقات مثلي. ان شاء الله يا رب يسهمكم العافية، يا رب يرزق الجميع. لا تنسون تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. اذا تحبون انزل لكم فيديوهات شوفوها دائما، ما عليكم الا تشتركون بالقناة.